السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختي المغاربة، دائما كنتمنى لكم الخير والتيسير والهنا وراحة البال. بسم الله نبدأ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم إخواني أخواتي، دائما كنحييكم كنقول لكم شكرا جزيلا، شكرا على التعاليق ديالكم. كاينين الفيديوهات اللي كندير قصار، وكاينين الناس اللي كيعلقوا على داك الفيديوهات مثلا ديال الدكتور وجيه بالخصوص كندير الشيخ الشعراوي رحمه الله. والناس كل واحد والآراء ديالو، كل واحد وكيفاش كيشوف الأشياء، كل واحد أشنو قرا، كل واحد اشنو عنده العلم ديال واحد الاشياء وتي يحاول انه يحطها في التعاليق، وكل التعاليق تحترم. اش غنقول؟ كنت تكلمت على بزاف ديال المواضيع اللي كتطرح في هذا العالم الاحمر بطريقتي الخاصه، الهادئه وفي نفس الوقت المتواضعه. قضيه سعاد البريقي اللي دارت واحد الضجه كبيره في العالم الاحمر. بزاف د الناس اللي ما كيعرفوهاش وقفوا معاها وباغين الحق ديالها. من بين هاد الناس انا، لان انا منين شفت خرجت اختها دباها دمها، مشيت عندهم عن قرب، عرفت بزاف ديال الحوايج. كنت كنقول حنا صوت سعاد البريقي الله يرحمها اللي ما كانش تكلمات، ما صرحت حتى بشي حاجه. داكشي اللي كانت قالت لاختها اسيه، وداكشي اللي كانوا كيعرفوا، المعلومات اللي كانوا كيعرفوا الاهل ديالها، هي اللي كانت شويه كتخرج داكشي اللي عندها. ومع الاشياء اللي سمعنا عرفنا بانها كانتش عايشه مزيان. هذه هي الحقيقه، ما غاديش نزيدوا فيها ولا نقصوا. هادشي اللي طري في العالم الاحمر، هاد الصراعات، المشاكل، وجبد فيا نجبد فيك، وقول عليا نقول عليك، ونجبد عليك ونجبد عليا. هادو كلهم، هاد المشاكل، قضيه سعاد البريقي لا دخل لها في هذه المشاكل، ما عندها حتى شي دخل. يعني كتبقى واحد الانسانه اللي تظلمات وتسممات، وشكون اللي سممها، وهذا هو المضمون، وهذا هو راس الخيط اللي خاص كل واحد وتكلم في قضية سعاد البريقي انه يعرف الحقيقة ديال سعاد البريقي الله يرحمها. شنو طرا ليها؟ كيفاش انها خدات داك السم؟ شكون اللي عطاه ليها؟ شكون اللي عنده المصلحة أن سعاد البريقي الله يرحمه ويرحم الجميع ما تبقاش، وأنها تطرق الوجه ديالها كيف ما فعلا مول الأمانة دا أمانته. صراعات تتبقى جانبا، مشاكل كتبقى جانبا ديال كل واحد، وحنا ما كنعرفوش الخبايا. ولكن قضية سعاد البريقي الله يرحمها هي قضية حقيقية في هذا العالم الأحمر اللي ما خصناش ننساوها، وما خصناش نتغاضوا عليها وكأن شيئا لم يكن، ونمشيو مع واحد التيار اللي كله سب قذف مشاكل صراعات. حط عليا نحط عليك، جيب لي الخبايا ديالي جيب لك خباياك، جيب لي اسرارك ونجيب لك اسراري. وهي غدا وتشربكات، يعني الكبه تخبلات. هذا لا يهمنا، ما كيهمنيش انا شخصيا، ولكن كنقول دائما كلنا صوت سعاد البريقي المظلومه اللي ماتت في ظروف غامضة، والعائلة ديالها بغاو يعرفوا الحقيقة. وحتى حنا كرأي عام بغينا نعرفوا الحقيقة ديال هاد السيدة هادي الله يرحمها ويرحم الجميع، كيفاش أنها تظلمات، وكيفاش الموت ديالها المفاجئ اللي كان ماتت بداك الطريقة، ما كانت مريضة، ما كانت حتى حاجة، والخبرة راه قالت شنو كاين. والملف بين يدي القضاء اللي غادي يقول الكلمة ديالو. تحية لكم كبيرة، كبيرة بزاف إخواني أخواتي. شجعوا القنوات الصغيرة، القنوات المستقلة اللي تتبقى دائما في الرأي ديالها، رأيها ما كتغيروش طمعا. لا، لا، أنا شخصيا أعوذ بالله من قولت أنا لا أغير رأيي، ولا ما كنتبعش التيار، كنمشي على حسب الضمير ديالي اللي كيمليه ليا ضميري، وخوفا من الله عز وجل كذلك خاصني نقول كلمة حق. تحية لكم إخواني أخواتي. دائما كاينين شكايات اللي حاطين مع على بعضياتهم، شي بشي، لكن سعاد البريقي الله يرحمها ويرحم الجميع تشكي
المشكل ديالها لله عز وجل، اللي غادي يكشف الحقيقة، وغادي تبان إن شاء الله بإذن الله تعالى. كيف ما كنقول لكم دائما، اللي كيحط يدو في هاد القضية وكي يغمض عينيه وتيقول نقول شهادة الزور، حيت باش ندمس القضية، هادشي في السوشيال ميديا ماشي في الواقع. ما الواقع راه هذاك بوحديتو، هذاك راه قادين مواليه بشغلهم. لكن في المواقع باش يقول الانسان اننا ندمسوا القضية بهاد الهلم ولا هاي، لا لا لا. راه هاديك الروح ديال ديك السيدة هتتبع هاد الناس هادو، وغادي ياخدوا الجزاء ديالهم الأوفى. وربي سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى اللي غيتصدى ليهم، لأن هاد البنت هادي مظلومة، فعلا مظلومة. قصة حقيقية، واقع حقيقي صحيح في هاد المواقع هادو. تحية لكم إخواني أخواتي، كل واحد بالاسم ديالو. دائما تنطلب منكم أنكم تحطوا التعليقات ديالكم وتعبروا على شنو واقع من حقكم، ولكن بلا معيار، بلا سبان، بلا والو. اللي عجبو لا فيديو يبارطاجي، وهذا فضلا وليس أمرا. تحية للإخوان اللي عاد شاركوا معايا في القناة، تنحييكم، والناس اللي كانوا معايا في القناة مشتركين كنحييكم تحية ديال الإخوان. الحمد لله. دائما دعائي لكم، الله ينجينا وينجيكم من شر الخلق، والله يبعد علينا وعليكم من شر ما خلق. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، بقلوب صافية ونية صادقة نلتقي إلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا. صلوا على اللي غيشفع فينا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.